ضرب العروس. العريس بيجي سامع الصوت العروس لما تفوت، طبعا هي بتكون شردت برا بدهاش تفوت على ايمتى قبل الزواج بقد ايه بصير هيدا؟ تقريبا ربع ساعة. هاي كل هالأفلام والناس واقفة، بس توصل بيتها تدخل على بيت ناس ثانيين بطلوها غصب العروس، بدخلوها يلف وجهه ببلش ضرب فيها، عنده لازم يضرب على الوجه وعلى الكفا على ما تكعب الأرض. طبعا الكل بكون واقف برا ترى سامع، بتكعب الأرض بخلص مهمته. بيضربها يا بيكون بضربها ضرب مزبوط. أنا قاعد أسبوع الكف معلم، أسبوع وهو بوجهي معلم. طبعا أنا وقعت غميت من الضرب، غميت وقعت وغميت. ليه لازم تنضرب؟ عشان ظلت مرعوبة منها، ظلها مرعوبة منها. حلو كتير. إذا بلش هيك زواجها بالرعب. أنا تركته من عمري 24 سنة وحرمت الزواج. يعني لازم المرأة تنرعب من زوجها من أول نهار لازم. تعرف. وإذا المرأة رفضت، إذا المرأة قالت أنا برفض إنه انضرب، ما بصير. هو فايت بلف وجهه فورا وبلش يضرب ما تكعب الأرض. انتهت هيك. هي دوبها خوفة بتبلش خلص بتغمى أصلا، تنضرب وتخاف. أنا واحدة من الناس أنا تركت على هيك، ظل عندي رعب وكرهت الإسلام. أنا أهلا بيكونوا برا ناطرين عم بيسمعوا إنه بنتهم عم تنضرب وبيوقفوا عادي. بقول لك هاي عادات وتقاليد، واقفين برا بيستنوا في البعد أخرى كمان عادي. بقول لك عادي هذا الإشي. لازم هو ما بكون داخل على عروس، بكون على واحدة ميتة. لا لكن ما لازم نتساءل لماذا المرأة تعنف لكن اليوم. أيوة أنا مشيت فيها وصارت عنف بعديها. صارت عنف بعديها. فيش 3 أيام مسك شعري كان لهون وقطعه بالسكينة، وظل فيه العنف كمان. يا ست مرائد، هيدي العادات والتقاليد بتصير بأيام زمان أو لليوم بعدها؟ لليوم فيه. عندنا قرى فلسطين فيه لازم تنضرب العروس فيه. لأن بنت أخت إلي هي لها 4 سنين معها حالة نفسية، جايب القطة وقطع وماسك رقبتها هيك، هي مريضة نفسيا. بنت أخت إلي مش غريبة عني في فلسطين. فوت القطة وعمل في رقبتها هيك، هي مريضة نفسيا البنت. ليه قتل القطة؟ عشان في مثل بيقولوا جيب اقطع راس القطة من أول ليلة. هو جاب القطة فعلا بمخه اللي مسكر وعمل فيها هيك. البنت معها حالة نفسية. شو دليل يقطع راس القطة من أول ليلة؟ إن أنت ما تتنفسي بحياتك، لا مليحة ولا عاطلة، أمرا وطاعة للكل، تظلها ماشية مثل الأرنب. المرأة هيك عندهم. عذرا أنا برفض هالكلام، مرة مثل الأرنب أنا برفض هالكلام حتى هم هيك بدهم. وأنت كيف انتفضتي؟ بعد 8 سنوات من الزواج تركته، لأن خلص خايفة منه. كيف تجرأتي تتركيه؟ هو اللي ضربك وعنفك بأول نهار ضمن عاداته وتقاليده. صار في عنا إعلان، وصار في عنا حماية أسرة، وصار في عنا إرشاد وتضامن نسائي. لجأت أنا وصرت أسمع وفكيت هالقيد هذا.